اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنكمل اهم الاكل اللي بتحتاجه. اكيد شفتوا الفيديو اللي فات وعرفتوا 15 نوع من البروتين ممكن تاخده من الاكل. هنتكلم النهارده عن تاني اهم عنصر من الاكل، وهو عشان بيديك الطاقه في يومك، وهي الكربوهيدرات. وايه هي المصادر اللي انا ممكن استخدمها في الدايت بتاعي، وهل الكربوهيدرات هتخني؟ وهقول لكم 12 مصدر من الكربوهيدرات ممكن تاخدهم من الاكل في الدايت بتاعك بدون اي مكملات. هتعرف كل حاجة ممكن تعوزها عن الكربوهيدرات في الفيديو ده. تابع معايا، وممكن تجيب حاجة تشربها كده ويلا بينا. طبعا عايزين نعمل دايت صحي ويكون لينا لايف ستايل صحي، بس بشرط ان انت يكون عندك طاقة وتاخدهم من مصادر صحية. طيب لازم تعرف ايه هي المصادر اللي بتديك الطاقة عشان تعرفها وتخليها في الدايت بتاعك. ومن اهم العناصر اللي جسمك بيحتاجها هي الكربوهيدرات، فما ينفعش تستهتر بالكربوهيدرات اطلاقا، وخد الكرب باعتدال، ما تلغوهوش خالص. طيب ايه هي الكربوهيدرات؟ هي الاكل اللي بيتحول لجلوكوز بعد الهضم، وده هو المصدر الرئيسي للطاقة في جسمكم. وطبعا ده مهم جدا عشان ان انت تقدر تكمل يومك بشكل كويس. وكمان الكربوهيدرات ليها انواع. ايه هي الانواع؟ اول نوع هو الكربوهيدرات البسيطة، والتاني الكربوهيدرات المعقدة. الكربوهيدرات البسيطة بتكون موجودة في السكر والعسل والألبان والفواكه والعصير، والكربوهيدرات المعقدة بتكون فيها سلسلة طويلة من جزيئات الجلوكوز، وبتكون في الحبوب زي الرز والمكرونة والعيش. طيب ايه الفرق ما بين النوعين دول؟ اولا كل الكربوهيدرات دي بتتحول لجلوكوز في الاخر، وبترفع مستوى السكر في الدم، بس في انواع منهم اسرع من انواع، وده حسب احتوائها من الالياف اللي بيسبب في خروج الجلوكوز في الدم ببطء، وده هو الفرق. طيب تختار كربوهيدرات كويسة ازاي؟ طيب ركز معايا، هقولك على الملخص، بس انت كل ده لسه ما عملتش سبسكرايب، انزل اعمل سبسكرايب وتابعني على الاكونت وكمل على طول. اول حاجة قلل من العصير وخد فاكهة. تاني حاجة خد كمية كافية من الخضار. طيب هقولك على 12 نوع من الكربوهيدرات تقدر ان انت تستخدمها في الدايت بتاعك بدون اي مشكلة. رقم واحد الشوفان، تقدر ان انت تستخدمه بسهولة في الفطار او في العشاء على حسب الجول بتاعك وعلى حسب انت ماشي بايه. تاني مصدر الرز، تقدر ان انت تحط فيه كمية كافية برضو على حسب الجول بتاعك، سواء ان انت عندك كارب عالي او الكارب منخفض. مش ان انت مثلا لا انا الكارب عندي دلوقتي هقلله يبقى ما اخدش الرز خالص، لا خد كمية كافية منه. ثالث حاجة البطاطا، والرابع البطاطس، تقدر ان انت تحطهم في الغداء او العشاء. عيش التورتيلا تقدر ان انت تستخدمه بكل سهولة، في حاجات كتير ان انت تعملها، ممكن تحط زبدة فول سوداني عليه، او ان انت تستخدمه على الفطار مع البيض بتاعك او العشاء. عندنا كذا حاجة تانية زي مكرونة الشوفان والبليلة والعيش الاسمر، الفريك والكينوا والذرة والفواكه. كده اكون قلت لك 12 مصدر كربوهيدرات صحية تقدر ان انت تستخدمهم في اي وقت في الدايت بتاعك، بس الاهم ان انت تكون عامل ليميت ليك، يعني عامل بالانس ما بين الاكل بتاعك والدايت بتاعك. وبرضو في إشاعة كبيرة ما بين الكربوهيدرات والسمنة، يعني الناس اللي وزنهم زيادة هم عندهم ان الكربوهيدرات انا اكلتها يبقى انا هتخن، الرز لا هوقفه عشان اخس. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ طيب اول حاجة انت مهم جدا ان انت تدخل كربوهيدرات في الدايت بتاعك، ما ينفعش ان انت تشيلها، بس اهم حاجة عشان تتجنب الزيادة في الوزن لازم نخلي بالنا من الكمية اللي انا باخدها، واخد النسبة اللي جسمي محتاجها وبس. كل شخص بتكون نسبة الكربوهيدرات حسب التارجت بتاعه. بكده نكون خلصنا الكربوهيدرات باختصار. طبعا لو استفدتوا من الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان في فيديوهات كتير جاية. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام والتيك توك، هتلاقوا الاكونتات في الديسكريبشن تحت. كل يوم بنزل تيبس عن التمرين والتغذية، تستفادوا كتير. ولو في اي موضوع حابين ان انا اتكلم عنه ممكن اكتبوا لي في كومنت وهتكلم عنه في اقرب وقت. اسأل على الاونلاين كوتشنج على الانستجرام، الاشتراك خيالي. الفيديوهات الجاية هكمل باقي العناصر اللي جسمك بيحتاجها.